ذات يوم كان هناك بنت اسمها مريم ولدت في فلسطين. لأن ليس لها حرية في فلسطين بسبب إسرائيليين، مريم وعائلتها انتقلوا إلى نيويورك في أمريكا منذ 3 سنوات. في أمريكا عائلتها استأجرت شقة كبيرة فيها 3 غرف. في بنايتهم هناك حمام سباحة كبير. كانت شقتهم في الطابق الأول. مطبخهم ليس كبير ولكن جميل جدا. السفرة ليست كبيرة أيضا، ولكن مريم تستمتع أطبخ مع أمه. الآن تسكن مريم في أمريكا، ولكن في شقتها كان في فلسطين. مريم تحب رمضان. في رمضان مريم وأمها يحبون إعداد السحور والإفطار. إنها تعد الكنافة وكمر الدين. في المدرسة مريم تدرس في الإنجليزي. في شقتهم أمها تدرسها الفصحى، ولكن هم يتكلمون في الأمية. مريم لا تحب مجموعة عن أصدقاء مريم. لا تسمح لمريم أن لها صاحب، ولكن تسمح لها أن تلبس شيء هي تريد، مثل الجينز والقميص، كل شيء. مريم تحب أن ترسم وترسل رسالة لابن عمها في فلسطين. الشهر القادم مريم سوف تبدأ الجامعة. أمها تسمح لها أن تسكن في الجامعة. الآن هم في تارجت يشترون فوطة ملايات وأكثر من أشياء. مريم تنوي دراسة السياسية لأنها تريد الإعادة إلى فلسطين لسعادة شعبها. لست أمريكية، أنا فلسطينية. مريم توية إلى الناس